ما هي الأسباب والدوافع القانونية الداعية إلى طلب خلع زوجك؟ ممكن ترجمة لو سمحتي؟ ترجمة؟ يعني ايه اسباب الخلاف؟ بالبساطة دي؟ بيشخر. نعم. بيشخر. مساء الفل يا ست الكل، ازيك عامله ايه؟ عايزه تطلقي؟ طيب ركزي معايا كده بقى، هقول لك على الحالات الخمسه اللي انت تقدري تطلبي فيها الطلاق. اولا ولا اقول لك؟ ما تيجي نشوف. عزيزتي اللي عايزه تطلقي، خلي بالك ان في حالات تمنح الزوجه الحق في الطلاق مع حصولها على كافه حقوقها الشرعيه من مؤخر صداق ونفقه عده ونفقه متعه. بص يا ستي، الخمس حالات دول: الطلاق للتعدي على الزوجه بالضرب، وده نوع من انواع الطلاق للضرب. في حالة تعدي الزوج بالضرب على زوجته تقيم السيدة دعوى طلاق للضرر. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك شهود عيان شاهدوها أثناء الاعتداء عليها بالضرب، وأن هناك محاضر أو تقارير طبية تؤكد صحة الواقعة. ثانيا، الطلاق لهجر الزوجة. إذا هجر الزوج زوجته مدة تجاوزت 6 أشهر فلها حق إقامة دعوى طلاق للضرر. الطلاق لسفر الزوج. إذا سافر الزوج لمدة تجاوزت العام وتضررت الزوجة من السفر تحضر شهادة تحرقات وترفقها في دعواها. ثالثا، الطلاق لاستحكام الخلاف والشقاق. إذا حررت محاضر بين الزوجين أو دعاوي قضائية أو قام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة يكون من حق الزوجة إقامة دعوى طلاق للشقاق. الطلاق لعدم الإنفاق. في حالة وجود شهود ورفض الزوج الإنفاق على زوجته فمن حقها طلب الطلاق. الطلاق للزواج من أخرى، وقد نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة أيضا بالقانون رقم 100 لسنة 85، والتي جاء نصها أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامته، وأنه على الموثق اختارهن بالزواج الجديد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.